السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا، اللهم امين يا رب. فيه مثل حضراتكم بنقوله وبنستخدمه. المثل بيقول: اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. ده مثل دارج من اصل المصريين. طيب، حضراتكم كلكم تابعتوا ان خلاص ان الحكومة الجديدة هتيجي ومعاها الخير للمصريين، ومعاها قرارات حكيمة سديدة ترفع التعب والعبء عن المصريين في الفترة اللي فاتت، لأن خلاص هم اتحملوا بما فيه الكفاية. وقلنا إن الحكومة الجديدة أكيد جاية وهي عارفة مشاكل الشعب وحاسة بالمواطن، وقلنا خلاص هتخف عننا الأحمال وهنعيش أيام سعيدة. ونفاجأ حضراتكم بتصرفات بعض المحافظين الجدد، من قبضوا على سيدة للعيش، ومحافظ تاني يزعق في أو يعلي صوته على دكتورة من غير ما يكون ملم وفاهم بالموضوع. والأكثر من كده غرابة حضراتكم إن إحنا فوجئنا بارتفاع أسعار الوقود، البنزين والسولار. في البنزين والسولار يعني ارتفاع أسعارهم، يعني ارتفاع النقل، يعني ارتفاع وزيادة في أسعار السلع. يعني حضراتكم الكلام اللي كانت بتقول الحكومة أنهم بيرفعوا العبء عن المواطنين أصبح مش في طي النسيان، مجرد خيال. والمشكلة احنا كشعب ناس طيبين بنصدق. لذلك احنا قلنا المثل: اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. ويمكن احنا حضراتكم لو طورنا المثل ده: اشوف امورك اتجنن، اشوف امورك استغرب. الاستغراب وحده مش كفاية حضراتكم، لان الوضع تجاوز مرحلة الاستغراب، بل تجاوز مرحلة العقل. هو المواطن ناقص؟ المواطن فيه اللي مكفيه. المواطن الفترة اللي فاتت خلاص انتهى. لذلك في سؤال يحضرني دلوقتي حضراتكم: أنا بسأل على مصر وأهلها، هم فين؟ حتى الهوية المصرية ابتدت تختفي. الشخصية المصرية لها طابع ولها يعني ميزات وصفات تتميز بيها عن باقي الشعوب. خلاص حضراتكم، زي ما بيقولوا اختلط الحابل بالنابل. الناس ما بقتش عارفة راسها من رجليها، الناس مش عارفة تعيش، الناس مش عارفة تقضي يومها ازاي. الناس الأحمال زادت عليها، وأعباء الحياة أصبحت فوق قدر التحمل. هو المصري بيحاول يتكيف مع كل الظروف، لكن دي ظروف مش طبيعية. في حاجة غريبة كمان حضراتكم هسأل عليها، هتكلم فيها. يقول لك إن سعر الدولار، سعر البنزين في معظم البلاد أكتر من سعر البنزين في مصر. طيب، خليني إن أنا أصدقك. طب وهل هو دخل المواطن في البلد حضرتك اللي بتتكلم عليها زي دخل المواطن المصري؟ يعني احترام حتى لعقل الناس أصبح مش موجود، احترام لفهم الناس ووعيها أصبح مش موجود. لذلك حضراتكم خيبة الأمل أصبحت موجودة، واللي كنا بنترجاه من الحكومة أصبح وهم. وعلى رأي المثل: أسمع كلامك هصدقك، بس خلاص ما عدناش نصدق تاني. أشوف أمورك أتجنن مش استغرب. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.